أقوى روتين لتقوية عضلات أسفل الضهر لو أنت شغلك مكتبي معظم اليوم وما عندكش فرصة إن أنت تروح الgym، يكفيك بس تعمله 3 مرات في الأسبوع وهتلاقي فرق شاسع في تقويات البطن وفي الكور وفي قعدتك حتى وفي الحركة بتاعتك اليومية. أول تمرين معانا هو الglute bridge بسبب القعدة بتاعتنا كتيرة جدًا عضلات الglutes بتضعف، فبالتالي بتأثّر على عضلات أسفل الضهر فبتسبب لنا آلام بعد كده. تاني تمرين معانا هو الbird dog، التمرين ده تحفة حرفيًا لو أنت أتقنته صح وبالأداء السليم تحاول تثبّت الحوض بتاعك ما يتحركش وتثبت في كل عدّة على الأقل ثانية لثانيتين وأنت بترفع إيدك مع رجلك. عايز تخلّي التمرين أسهل ارفع إيد لوحدها، بعد كده ارفع الرجل المعاكسة في الاتجاه التاني. تالت تمرين معانا هو تمرين السوبرمان، والتمرين ده قوي جدًا عشان يقوي من عضلات الlower back، فده هيفرق معاك جدًا لو التزمت بيه. لو صعب في الأول تقدر تبدأ بإيد واحدة ترفعها أو رجل واحدة، أو إن أنت تعمل إيد ورجل بس بدل ما ترفع أطرافك كلها من على الأرض. آخر تمرين معانا هو تمرين البلانك، تمرين قوي جدًا إن هو يشد كل عضلات الكور بالglutes وعضلات الكتف وعضلات الرجلين، تمرين تحفة. الروتين ده كفاية جدًا تكرره 3 أيام في الأسبوع هتحس بفرق شاسع جدًا في القعدة بتاعتك وفي القوة بتاعة عضلات ضهرك وعضلات بطنك.